الناس الطيبة اللي اتعودت إنها تتحمل وتغفر وتضحي وبتنسى نفسها وسعادتها، لأنها بتستمد سعادتها من سعادة اللي حواليها. ناس قلوبها بيضة ونيتها صافية وعندها استعداد تتعب، لكن تحس إن اللي حواليها مرتاحين. ناس بتدي من قلبها من غير ما تستنى المقابل. ناس مفيش عندها مبدأ هات وخد، ولا هتعمل لي ايه مقابل عطائي ده. ناس ابتسامتها ليك صافية ومن قلبها. ناس متعرفش النفاق والتعامل بمليون وش. ناس اللي في قلبها على لسانها، مش بتعرف تخبي ولا تداري. ناس لما تزعل منك تقولك أنا زعلان، وكل غرضها إنها تصفي الجو بينكم وتنهي الزعل ده. ناس واضحة وصريحة، ويمكن ده بيزعل منها ناس كتير، لأن للأسف في ناس كتير بتحب اللي يكذب عليها وينافقها. النوع ده من الناس لما بيفضل يدي ويدي وهو مش منتظر مقابل، ولا بيطلب أبسط حقوقه في الحياة، وهو تقدير اللي حواليه ليه والكلمة الطيبة منهم. للأسف الناس بتتعامل معاه وهي فاكرة إنه مش بيزعل ولا يحس، ومش محتاج مجهود منهم علشان يحافظوا عليه. هما مش بيبذلوا مجهود أصلا علشان يحافظوا عليه، لأن تسامحه معاهم وغفرانه لزلتهم وعدم تقديرهم بيخليهم مش بيبذلوا مجهود لإرضائه، لأنه إنسان طيب وسهل يتصالح بكلمة. مش بيقدروا ويفهموا إن النوع ده من الناس هدية من ربنا ليهم. وللأسف مع تكرار الضغط عليه وعدم تقديره والتهاون بمشاعره والتعامل بقسوة وجحود معاه، وبعد تحمل وتنازل عن حقوق سنين طويلة، بيجي عليه وقت ويحس إن تضحيته وتهاونه في حقوقه وتسامحه الزايد مع اللي بيكرر الغلط في حقه مرات ومرات اتحولت لنوع من الذل والمهانة والاستهانة. فبيقف مع نفسه وقفة ويبيع كل حاجة. مش بيفرق معاه وقتها هيخسر مين وهيكسب مين. بيكون كل اللي بيفكر فيه ازاي يكسب اللي باقي من عمره ويعيشه صح، بعد ما ضيع معظم عمره بالتضحية والتفاني والتهاون في حقوقه مع ناس أنانية لا بتفهم ولا بتقدر. إياكم تلوموا إنسان طيب إنه غير طبعه وعرف يقول لأ. إنسان فضل الوحدة على وجوده مع ناس ما تستاهلش. بطل يضحي ويتنازل ويسامح ويغفر. لوموا نفسكم انتم، لأن انتوا اللي وصلتوا لكده بقسوتكم وأنانيتكم وعدم تقديركم لمحاولته دايما إسعادكم. اعرفوا إن العطاء له حدود وعمره ما كان أبدي. اعرفوا إن الناس اللي صفتها العطاء مش ضعيفة ولا هينة، دي ناس أكرمها ربنا بقلب طيب ونفس راضية. فبلاش تستهينوا بيها وتكسروا خاطرها وتقولوا دي ناس طيبة ومبتزعلش.